إلا تنصروه فقد نصره الله إذ أخرجه الذين كفروا ثاني اثنين إذ هما في الغار إذ يقول لصاحبه لا تحزن إن الله معنا لا تحزن إن الله معنا فأنزل الله سكينته عليه وأيده بجنود لم تروها وجعل كلمة الذين كفروا السفلى وكلمة الله هي العليا والله عزيز حكيم. السلام عليكم ورحمة الله. ازيكم يا حبايبي؟ عاملين ايه؟ يا رب دايما تكونوا بخير. وحشتوني من اخر فيديو عملته. اشتركي معايا في القناة ولو لسه مش مشتركة، وفعلي زر الجرس على الكل عشان يوصلك كل جديد، ولايك اذا عجبك الفيديو. الفيديو ده متصور يوم جمعة، بس مش الجمعة اللي فاتت ولا اللي قبلها، لا اللي قبلها بقى، يعني بقالها بقاله اسبوعين. تمام. نزلت جبت سمك بولتي كده. تمام. واتصدمت بقى من الاسعار. عايزه اقولكوا اليوم ده كنت رايحه اجيب حاجات من السوق وكده، اللي هو هجيب سمك ويعني اكل اليوم ده، وقلت ايه اجيب كمان كام حاجه كده يكفوني اسبوع، عشان انا مش بعرف انزل ايه كل يوم او يوم بعد يوم، حتى ما بعرفش خالص. تمام. سبت بقى العيال ايه مع محمد، وقلت له انا هخطف نفسي كده السوق على طول، وهروح ايه اجيب الاكل وكده. قال لي خلاص ماشي تمام، وما تتاخريش بقى عليا. كل ما امشي في السوق واسال على سعر حاجه، بصوا يعني، والناس بقى مش طايقه نفسها خالص من كتر الغلا. ايه ده؟ الناس بتتخانق مع نفسها مش مع بعضها. لا، الناس مش طايقه نفسها اساسا. المهم جبت ايه دول كانوا كيلو 300 جرام سمك بلطي كده زي ما انتوا شايفين. مش فاكره والله الكيلو كان عامل كام. المهم يعني انا جبته وخليته نضفهولي، بياخد جنيه ونص تقريبا على تنظيف، او 2 جنيه. خليته نضفولي كده، وغسلته بقى في البيت غسله كده محترمه. وبعدين تبلته كده زي ما انتوا شفتوا معايا ايه من شويه. طلعت معلقتين كده توم من الفريزر، انا مفرزه عندي توم، وحطيت عليه خل وملح وكزبره وكمون، بس كده. وبعد ما تبلته بقى حطيته عملته بالدقيق. تمام. وبحط طبعا ايه، ما بحطش الدقيق في طبق ولا اي حاجه، عشان الدقيق بيلزق في الطبق وبيعجن كده وبيبقى وحش. انا بحطه في كيس، يعني بحط الدقيق كده على كيس عشان اوفر مواعين، وكمان عشان ايه ما بحبش زي ما قلت لكم كده ان هو بيعجن في الطبق وبيبقى رخم بصراحه في تنظيفه وكده يعني. بس وما حاولي بقى ايه ما تكتريش بقى دقيق، وانتي بتحطي دقيق كده للسمك، وما تكتريش زيت. يعني الدقيق والزيت بتوع السمك بالذات بيترموا، ما ينفعش يستخدموا مره كمان، هي الاستخدام مره واحده فقط. بس. وبعد ما بخلص بقى بروح لما الكيس كده زي ما شفتوني، وبروح رمياه على طول، ما بستخدموش تاني. خلصت. قال لي السمك بقيت ايه احط سمكتين يتقلوا، ورحت قطعت السلطة على ما اتحمروا كده وخدوا اللون الذهبي الجميل بتاعي. رحت ايه خلصت السلطة كده زي ما انتوا شايفين معايا، قطعتها على البلانشة، ومحمد بيحبها ايه قطع كبيرة زي المحلات كده. محبش الخضار متقطع كده قطع صغيره. الاول والله كنت بعملها قطع صغيره كده، بس هو ما بيحبهاش كده، بيقولي لا اعمليها قطع كبيره زي بتاعه المحلات كده. بس. وعملت بقى ايه رز صياديه
الرز الصيادية عادي جدا بقى، بقطع كده بصلاية محترم. قبل ما اكمل طريقة الرز الصيادية، ايه رأيكم بقى في شكل الاكل بتاعي؟ سمك بقى يعني ليمون، يعني ليمون كتير، كتري بقى على قد ما تقدري. بعدين بحط عليها المية تغلي وبحط بقى الملح واكون غاسلة الرز بتاعي وخلاص. بصوا بقى، ده تاني يوم عملت بقى ايه، عصير برتقان بالجزر. تمام، العصير ده تحفة تحفة تحفة، جربوه بجد مش هتندموا. بصوا بقى، انا سلقت كده الجزر ده مع نفسي. تمام، عادي جزر، غسلته وقطعته كده حلقات صغيرة عشان ما ياخدش وقت في السلق معايا. وحطيت ايه عليه كوباية مية و3 معالق سكر وسبته يتسلق. وكان عندي 4 برتقانات عصرتهم. تمام، وصفيتهم. ده كان برتقان بلدي. البرتقال البلدي لازم يتصفى، انما لو عندك البرتقال اللي هو ابو سرة ده لا عادي، يعني اعصريه وما تصفيهوش. بس حطيت بقى عصير البرتقال اللي انا كنت عصراه وصفيته ده، حطيته في الشفشة وحطيت عليه ايه الجزر بتاعي المسلوق وحطيت سكر. تمام كده، وبزود اهو شوية مية وخلاص. بقى هروح ايه، اشغل عليه يعني الخليط افرمه وخلاص. حضرت بقى الكوبايتين الامارات بتوعي دول، شوب كده محترم. عايزه اقول لكم المشروب ده بيدي طاقه غير طبيعيه وبيغير النفسيه جدا. بصي يعني بيخليكي فريش كده زي ما بيقولوا. عصير تحفه والله. دي بقى العصير ده حلو، جربيه، رمضان داخل بيحب. كل سنه طبعا وحضراتكم طيبين، ينعاد علينا وعليكم الايام بالف خير يا رب. رمضان بقى بيحب العصاير والاكل وكل الحاجات دي. بصوا بقى، صبيت العصير. تمام، وشلت بقى الرغاوي. طبعا ما ينفعش يتقدم بالرغاوي اللي على الوش دي، خلي بالك. معلومة مهمة. بس وده كان الفيديو بتاعي النهارده، اشوفكم على خير في فيديو جديد. مع السلامة.